في واحد صحي من النوم على صوت رصاصة اتضربت في البيت، وجري عشان يشوف في ايه، ولقى مراته على الارض غرقانة في دمها، فيتصل بالشرطة ويبلغ ان في حد اقتحم البيت وقتل مراته. لكن بعد ساعات الشرطة بتكتشف ان مفيش حد اقتحم البيت من الاساس. في اغسطس 2012 اتصال طوارئ بيجي للشرطة من شخص اسمه جيسون بصوت مهزوز بيقول فيه ان في حد اقتحم البيت وضرب مراته بالنار. والشرطة بالفعل وصلت بسرعة ولقوا مراته على الارض مصابة بطلقة نارية قاتلة. من النظرة الاولى تقدر تقول ان ده اقتحام، سرقة، جريمة انتهت بمأساة، بس كان في حاجة مش راكبة. المحققين بدأوا يلاحظوا ان مفيش آثار اقتحام في الباب ولا اي شباك مكسور، ومفيش فوضى حقيقية بتدل ان ده اقتحام عنيف. الغريب ان بعض الحاجات كانت متبهدلة لكن بشكل مرتب زيادة عن اللزوم، وكأن حد بيحاول يمثل دور الحرامي. ولما بدأوا يسألوا جيسون اكتر قصته بدأت تتغير في تفاصيل صغيرة. مرة يقول سمع صوت قبل الطلقة، مرة بيقول لا صحي على صوت الضربة بس. التناقضات بدأت تكبر، لكن المحققين رجعوا يراجعوا كل حاجة: تحليل مسرح الجريمة، اتجاه الطلقة، تحركات جيسون قبل وبعد الحادثة. اكتشفوا ان مفيش اي دليل على وجود شخص تاني في البيت، مفيش بصمات غريبة، مفيش اثار اقدام، مفيش شهود شافوا حد بيجري او بيهرب. كل الادلة كانت بتشاور لشخص واحد بس، الراجل اللي واقف قدامه. وفي 2015 بدأت المحكمة بتاعته، والنيابة عرضت صورة مختلفة تماما عن اللي حصل، وقالوا ان الجريمة كانت مدبرة، وان فكرة الاقتحام كانت محاولة يائسة للهروب بالجريمة. الدفاع حاول يشكك في الكلام اللي اتقال من النيابة، وبيقولوا ان التحقيق اعتمد على افتراضات، لكن هيئة المحلفين اقتنعت بالأدلة، وتمت إدانة جيسون بالقتل العمد، وتحكم عليه بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروع.